اخبار مفرحه لجماهير المنتخب العراقي: استبعاد ابراهيم بايش وزيد تحسين واستدعاء زيد اسماعيل وامجد عطوان. وهذا شنو معناه يا عزيزي؟ معناه انه اجراهام قاعد يصلح الاخطاء اللي جاي يصير بالفريق، والنقطه المحوريه على هذا الكلام هو زيد اسماعيل. اللي متابعني دائما يعرف انا اقول انه احنا نستقبل هجمات بكثره من خط الوسط لان ما عندنا ارتكاز قاطع كرات بالمنتخب العراقي. مثل ما قاعد اشوفون هاي من اهم مميزات زيد اسماعيل، قطع الكره جيد جدا عنده، فنقدر نقول هاي اول مشكله انحلت بالمنتخب العراقي. غير ذلك زيد اسماعيل عنده ادوار هجوميه يعرف يسجل وعنده شوط قوي من خارج منطقه الجزاء. هسه نجي على امجد عطوان، لكن قبل لا احكي لكم على امجد خلوا لي لايك ومتابعه تقديرا جهودي. كل اذا من عندك تضغط على الزائد الاحمر وانت هيك راح تقدر جهودي. وهسه نرجع نكمل. اما عن امجد عطوان فالرجال ايضا عنده خبره وعنده شخصيه ويقدر يقود الفريق، لكن كلاعب بديل. غير ذلك الرجال عنده قوه جسمانيه وايضا عنده قطع مثل ما قاعد تشوفون امامكم، يتمتع بادوار هجوميه كلش عاليه، يعرف يسجل لما يكون بالمناطق الاماميه، يعرف يسوي لك شغل عالي العال. ركزوا لي على اهدافه لما نصعد ولا كانه لاعب ارتكاز وكانه ما هداف، وهذا كله بغض النظر عن دعاء اللي دائما ما يكون مستجاب، ممكن يدعي لنا ويجيب لنا اهداف باوقات صعبه. استبعاد ابراهيم بايش وزيد تحسين هذا مكسب، وايضا استدعاء هذول اللاعبين راح يكون مكسب، وكل هذا راح يصب بمصلحه الفريق. المطلوب من ارلاند حاليا هو تصليح الاخطاء. اذا صلحت الاخطاء وفرضت اسلوبك على الفرق راح تقدر تنافس وتاخذ بطولات. خلينا نشوف هذول اللاعبين اللي حكيت لك عنهم ايش راح يسوون بكاس العرب. اكيد نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا العراقي، واريد اسالك سؤال قبل لا ينتهي الفيديو. وقبل لا اسالك هذا السؤال اللي اريدك تجاوبني عليه، لا تنسى تخلي لي متابعه. اذا نسيت اضغط على الزائد الاحمر. انت برايك هذول اللاعبين ممكن يخدمون المنتخب العراقي اللي جابوهم حاليا؟ واذا عندك لاعب ممكن يخدم المنتخب العراقي نزل لي بالتعليقات. انا مسوي سلسله على كل اللاعبين اللي يحتاجهم المنتخب العراقي. اكتب لي بالتعليقات راح انتظرك حتى نتناقش. وفي امان الله وحفظه يا حبايب قلبي.